أكد ريشار برينان مدير برنامج حالة الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في المناطق المتضررة من زلزال الحوز تحت السيطرة. وقال مدير برنامج حالة الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في تصريح لقناة الجزيرة القطرية بثته في نشرتها الإخبارية زوال اليوم الجمعة إن الوضع الصحي في المغرب تحت السيطرة. وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد الطالب قد أكد الثلاثاء الماضي أنه تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبأ قطاع الصحة جميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب الحوز وعدداً من أقاليم المملكة. وقال الوزير: تمكنا من التحكم في الوضع من دون الحاجة إلى تعبئة الموارد البشرية للجهات الأخرى، مبرزا أن جميع المصالح المتدخلة في تدبير هذه الكارثة تبذل أقصى جهودها لمساعدة المتضررين، وأن كل الموارد والمعدات الطبية الضرورية متوفرة.